ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وخير. هنعمل مع بعض وصفة مكوناتها سهلة وبسيطة جدا. بنشتريها من برا غالية جدا. وأولادنا بيموتوا في الوصفة دي، وبرضو الكبار بما اني انا واحدة منهم بحبها جدا جدا. اول حاجة كده هنقول بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معايا كده في الخلاط كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. عليهم ربع كوباية من اللبن البودر، ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام، وظرف كده نسكافيه بطعم البندق، وده مهم جدا في الوصفة بتاعتنا لتعزيز الطعم. وهنزل كده بكوباية من اللبن، سهلة جدا وبسيطة، وكل مكوناتها بسيطة، مش بتاخد منك وقت وانت واقفة بس كده على الخلاط. كل حاجة في الخلاط كده، وهنضرب كل حاجة كده. وما تنسوش برضو دي اهم حاجة، نص كوباية من الزيت، ودي اللي بتربط معانا وتخلي القوام بتاعها تقيل كده. وهنضرب كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا لحد لما يختلطوا مع بعض كده. ما ننساش ننزل بالزيت واحدة واحدة كده، علشان كل اللي احنا حطيناه في الخلاط يربط كده مع بعضه. بجد يا جماعة طعمها وهم، ما كنتش اتخيل ابدا ان طعمها هيطلع زي الجاهزة بالظبط. هتوفر عليك كتير خالص، وكمان الاطفال هيحبوها. ولادك في المدرسة هيحبوها، يحبوا دايما ان تكون معاهم في اللانش بوكس كده. شايفين القوام اهو كده؟ بصوا بصوا، والله يا جماعة طعمها زي الجاهزة بالظبط، طعمها حلو جدا. بصوا قوامها مخدتش وقت خالص في الخلاط كده. كل حاجتك في الخلاط تضربيها مرة واحدة، توفري على نفسك الأسعار اللي برا اللي غالية جدا، نشتريها بمبلغ كده يعني. هتوفر عليك كتير. بصوا القوام عامل ازاي اهو. هننزل كده بيها في بطرمان كده يكون نظيف ومتعقم كويس كده. بصوا القوام عامل ازاي، وطعمها وهم، ولا على البوتاجاز ولا اي حاجة. اهو كل حاجتك في الخلاط وتطلع بسم الله ما شاء الله على القوام. قوامها حلو قوي وطعمها حلو قوي. حطيت شوية كده في الطبق اهو. بصوا عشان اوريكم القوام بتاعها حلو ازاي. عايزة اقول لكم ان ما خدتش معايا يومين والولاد خلصوها وعايزين تاني. طعمها تحفة. نكب كده ساندوتش كده، صباع فينو كده اهو. بصوا قوامها حلو قوي، طعمها تحفة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.